رسالة نوجهها إلى المالك، فلتستفد من تجارب الآخرين. كل الطغاة وكل الظلمة كان مصيرهم معروف، فأنت اليوم تسير بنفس الطريق الذي سار عليه الآخرين، وكل الذين ساروا في هذا الطريق كان مصيرهم الوقوع في حفرة النهاية. فأنت اليوم تسير في نفس الطريق، لا ينفع معك إصلاح ولا ينفع معك تعديل. يجب عليك من اليوم أن تعلن استقالتك وأن تقدم نفسك للعدالة. إن كنت بريئا فستنال البراءة، وإن كنت مذنبا فالشعب سيحاسبك على هذا الأمر. ويا شباب العراق، يا أمل المستقبل، يا شبابنا الأبطال، إن الوطن يبنى بكم، إن الأمل بكم. فقفوا اليوم وقفة كبيرة. اليوم يجب أن تكونوا في مقدمة الصفوف، فلا تتأخروا، وكونوا طاقة وعملا فأنتم اليوم من سيرسم مستقبل العراق. نبارك لشعبنا العظيم هذه الثورة المباركة التي أشعلها الأبطال في مناطق العراق المتعددة، والتي أزالت كل الحواجز التي وضعها المحتل وعملاء المحتل، والذين أرادوا لهذا الشعب أن يعيش تحت وطأة هذا الظلم وهذا الطغيان وهذا القتل وهذا التهجير وهذا التهميش الكامل. اليوم الشعب العراقي ينتفض في مناطق متعددة. اليوم الشعب العراقي يرفع رايات عالية من أجل التحرر من هذا النظام الطائفي المقيت في العراق. يعني يخرج بأعداد كبيرة وفي تجمعات كثيرة وفي مناطق متعددة ويرفع شعارات كبيرة جدا. فكل التحية وكل التقدير لهذا الشعب الكريم، وندعو أبناءنا وأخواننا وأهلنا في مناطق العراق كافة إلى الالتحاق بالثورة العراقية، فإنها ستزيل كل الظلم وعن الجميع، وأن هذه الثورة ستعيد الحق لأصحابه. يا إعلامنا، أيها الإعلام العربي، أيها الإعلام العالمي، لا تخذلونا، لا تتركونا، اسمعوا صوتنا. هناك الكثير اليوم يصرخ بصوت عالي ويطالب بحقوق شرعية وحقوق قانونية وحقوق إنسانية، وكل ما يريدونه منكم أن تستمعوا لهم وتسمعوا صوتهم، وهذا ليس بشيء كثير. فلا تتخلوا عنا كما تخليتم عنا في السابق وجعلتونا فريسة لهؤلاء الوحوش. اليوم نريدكم معنا في الميدان، وإن لم تستطيعوا فصوتنا سيصل لكم، ونريد منكم فقط إيصاله إلى العالم. ونشكر بهذه المناسبة موقع العرب الآن الذي انطلق وولد مع ولادة هذه الثورة، ونتمنى له التوفيق والاستمرار والنجاح، وبإذن الله سينجح كما ستنجح الثورة العراقية.